بنتكلم عن الفسيخ. الناس بتنده على الفسيخ في يوم معين في السنة. تلاقي البيض الملون والرنجة والفسيخ والفسح، يوم اسمه شم النسيم. الناس بتحتفل بيه من آلاف السنين، من أيام الفراعنة. بس السؤال هنا، هل المسلمين المفروض يحتفلوا باليوم ده ولا لأ؟ خليني أحكي لكم الحكاية من الأول. شم النسيم مش عيد حديث، ده عيد فرعوني قديم جدا. كانوا بيحتفلوا بيه مع بداية فصل الربيع، وكان مرتبط بالخصوبة والطبيعة والشمس، لحد ما اتنقل بعد كده لليهود والمسيحيين واتغير ميعاده علشان يبقى مرتبط بعيد القيامة عند المسيحيين. وعلشان كده بقى دايما بيجي يوم الاثنين، لأن ببساطة بيجي بعد عيد القيامة اللي بيكون دايما يوم حد. بس المشكلة مش في الفسيخ والرنجة، المشكلة إن شم النسيم بقى عيد ديني عند غير المسلمين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جه المدينة ولقى الناس بيحتفلوا بأعياد غير إسلامية، قال لهم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يعني المسلم له عيدين بس. وعشان كده كتير من العلماء قالوا إن الاحتفال بأعياد غير المسلمين مش جائز، حتى لو كان شكل الاحتفال بسيط، لأن المسألة مش فسيخ وبيض، المسألة إنك بتشارك في عيد دين مش دينك. بس طبعا في ناس شايفة إن شم النسيم بقى عادة شعبية ملهاش علاقة بالدين، وده مدخل تاني للنقاش. فدلوقتي أنت شايف إيه؟ شم النسيم عيد ديني ما ينفعش نحتفل بيه، ولا عادة مصرية قديمة اتحولت لاحتفال اجتماعي؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.